مساء الخير على حضراتكم. أتمنى تبقوا كلكم بفرحة وبخير وبسعادة على قد ما تقدروا. ده شعاري الحقيقي ليكوا خلال هذه الفترة، إن احنا نحاول ولو بقدر بسيط إن احنا نصنع لنفسنا سعادة ولو صغيرة جدا. وأنا متأكدة إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو عندما يجد منا هذا الكد والسعي إن احنا نحسن في حسن الظن به، مؤكد إن هو سوف يهب لنا السعادة الحقيقية من حيث لا نحتسب ومن حيث لا ندري. ما زلنا معكم في شهر رمضان المبارك، واليوم هو اليوم السادس، وأتمنى بإذن الله إن هو يستمر معنا لحد نهاية أيامه بمحقق لينا البركة والفرحة والسعادة على قد ما نقدر. بصراحة أنا معجبة جدا بالأجواء الرمضانية اللي حوالينا، حتى لو كانت يعني مظاهر بسيطة، طبعا احتراما لإخواتنا في فلسطين وفي السودان. لكن برضو أنا بحس إن هذا الشهر لوحده بدون أي تجهيزات بيبقى ليه كده روحانية جميلة، مش بتتكرر في أي شهر من السنة. طيب، نيجي بقى لموضوعنا الأساسي اللي هي رواية جديدة بفكرة جديدة. في الحلقة السابقة أو في المقطع السابق تحدثنا عن رواية الحياة ليست دائما وردية للكاتبة المصرية رشا عدلي. خلال هذه الحلقة بإذن الله سوف أتناول رواية أخرى، هي رواية حدث في برلين للكاتب المصري الباشمهندس هشام الخشن. طيب، الرواية اكيد زي ما انتوا واخدين بالكم ان هي بتحدث في برلين، فبالتالي اغلب احداثها هي ما بين القاهرة وما بين برلين. برضو زي ما قلنا احنا مش بنوصف كل تفاصيل هذه الرواية، ولا ان انا يعني اعني مراجعتها مراجعة ادبية نقدية بحتة، وانما انا بستقي منها فكرة معينة. الحقيقة ان الفكرة اللي انا عايزة اتحدث عنها بالاساس هي فكرة الافكار. زي ما انتوا سمعتوا، الافكار. هل جميع الافكار التي نعتنقها هي صحيحه وتستحق ان نضحي بانفسنا وان نضحي باحبابنا من اجلها ام لا؟ ده اللي هو السؤال الاهم اللي انا استقيته من هذه الروايه. طبعا الروايه بتتناول العديد والعديد من الافكار والحكايات والصراعات، اوكي، لكن انا بالنسبه لي كانت هذه هي الفكره الاساسيه اللي انا مش كل روايه، لكن اللي انا حبيت ان انا اشارككم فيها. في الفنان المصري محي اسماعيل كان في حوار لي مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وده تقريبا كان من أكثر من سنتين أو 3 سنين. الحقيقة إن هي كانت بتسأله، بتقوله هل أنت مستعد أن تموت في سبيل الأفكار التي تؤمن بها؟ فالحقيقة إن هو رد عليها رد مختلف كطبيعة طبعا ردوده عادة، بس الرد عجبني جدا. قال لها بالطبع لا، ما أنا ممكن أكون حمار والافكار دي غير صحيحه بالمره. يعني بمعنى اخر ان لابد للشخص، طبعا هي اجابه بتحمل الكثير من الافكار النقديه، اللي هي بالاساس ان لابد للشخص ان يكون مرن في جميع الافكار اللي بيعتنقها، تمام، وان هو لا يتطرف فيها لحدود ان هو يخسر الكثير من الاشياء الغاليه عليه، وطبعا اغلاها هي حياته. الحقيقة ان الرواية بتتناول حياة شقيقتين، مش متذكرة الاسامي قوي، عشان كده حتى قلت لكم انا مش براجع مراجعة مفصلة. وانما احدى هاتين الفتاتين، والاتنين المانيتين، كانوا خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وما قبل الحرب العالمية الثانية. الرواية بتبدأ بفترة النازية. إن إحدى هاتين الشقيقتين إن هي اعتنقت الفكر النازي، وكانت مقتنعة جدا بجميع أفكار هتلر، سواء كانت المناهضة للأجناس الأخرى أو المعلية من شأن الجنس الآري، أو المنافية للديانة اليهودية والجنس اليهودي كله. والحقيقة ان هي كانت منبهرة جدا كلما تقلدت المزيد من المناصب التي تخص المخابرات النازية. وكل لما كان بتنال يعني
كان في تقريبا ايخمان كان هو رئيسها في العمل. وايخمان طبعا من المسؤولين المشهورين عن المجازر والمذابح اللي كانت حصلت خلال الحرب العالمية الثانية على يد النازيين. الحقيقة ان هي كانت سعيدة جدا بهذه ال ال هذه المناصب، وكانت بتراها ان هي شرف كبير قوي ليها. الحقيقة ان الرواية في تتابع للكثير والكثير من الاحداث بنجد ان هذه الافكار كانت سبب حقيقي في نكبة هذه الفتاة. لان طبعا الحرب العالمية الثانية يعني انتهت بهزيمة هتلر والجيش النازي، وبالإضافة طبعا للجيوش الجيش الياباني والجيش الفاشي اللي هو الإيطالي. لكن مش لكن لا أنا أنا بعتذر إن هو يعني أصبحت أو تحول كل هذا المجد الذي تراه هذه الفتاة إلى مجرد نذير شؤم، وإن هي أصبحت ملاحقة ممن يريدون الانتقام من الفظائع التي أجراها النازيون. طبعا مش هحرق الاحداث على قد ما اقدر، لان كان وصل لي تعليق قبل كده ان انا يعني احاول على قد ما اقدر ان انا ما لا احرق الاحداث. وبالفعل هذه الفتاة كان ليها الكثير والكثير من المحطات، ولكن اقلها ان هي في لحظة ما، ومش يعني مش ضروري ان انا يعني اوضح التفاصيل، لكنها هتضحي بابنتها في سبيل ذلك، وان هي هتعيش مبتعدة عنها طول عمرها منذ ولادتها يعني حتى النهاية. بس برضو في تفاصيل اخرى كتير جدا برضو، عشان بس لو حد قال لي انت انا بحرق، لا انا بس كل اللي انا عايزاه ان هو فكرة مدى تمسكها بهذه الافكار، ان هذا الامر قد كان فيه شيء من مش السذاجة، وانما شيء من الخطأ، وان هي للاسف كلفها الكثير والكثير ودفعت ثمنه غاليا جدا. من الناحية الأخرى كانت الفتاة الأخرى شخصية عادية، لكنها أحبت رجلا من الآخر بيدين بالفكر الماركسي الشيوعي. ومن ثم لما حصلت الانفصال ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وده طبعا كان ناتج عن بداية الحرب الباردة وبداية الشقاق بين يعني معسكر الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وإن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إن هم يستولوا أو إن هم يحققوا الهيمنة في الجزء الغربي من هذه الدولة بعد طبعا سقوط هتلر، والجانب الشيوعي السوفيتي استطاع ان هو يسيطر على الجانب الشرقي. الحقيقة ان زوج او كان ساعتها كان حبيب هذه الشخصية اللي هو برضو أنا مش متذكرة الاسم، لكن هو كان معتنق جدا الفكر الشيوعي الماركسي، كان منفتح جدا لفكرة وجود الاتحاد السوفيتي في ألمانيا الشرقية، وكان منبهر جدا بوجودها لدرجة ان هو يعني سافر إلى هناك إلى الجانب الشرقي قبل بناء جدار برلين. المهم برضو في برضو الكثير والكثير من التفاصيل، لكن ما أريد أن أقوله أن هذا الشخص أيضا دفع هذا الثمن أو دفع ثمن هذه الأفكار غاليا جدا عندما لم يجد المثال أو عندما لم يجد تجسدا لهذه الأفكار التي سمعها وانبهر بها. مش هطول عن اكتر من كده، لكن لدرجة انه برضو هذا الشخص في لحظة ما فقد كل شيء. اوكي. في هاتين الشخصيتين نستطيع ان نقول انهما تمسكا بافكار بصورة متطرفة دفعتهم في النهاية الى ان يتكبدوا خسائر اكبر بكتير جدا من قيمة هذه الافكار الحقيقية. فهنا السؤال، هل يا ترى هناك أفكار بعيدا طبعا عن الدين، لكن هل فعلا هناك أفكار سياسية على الأقل وأفكار
ثقافية تستحق أن نموت من أجلها؟ انتوا ايه رأيكم؟ فأنا هكتفي لحد هذه المرحلة. الرواية أيضا رواية محبوكة بصورة متميزة جدا، واستطاع الكاتب هشام الخشن ان هو ان يشعرني ان انا كنت جزء من المانيا النازية، ثم بعد ذلك المانيا المنقسمة على نفسها بين الشرق والغرب. لن انسى قط اللحظة التي كتب فيها إعلان بناء جدار برلين في ألمانيا، وتأثير ذلك الأمر على الشقيقتين. يعني فجأة هاتين الشقيقتين هتيجي لحظة فاصلة ينبغي ان كل واحدة منها ان تحدد مصيرها. رواية متميزة جدا جدا ومختلفة جدا، لان هي اللي انا بحكيه هو قشور بسيطة، فيها تفاصيل اكتر من ذلك بكثير. انا لم احرق شيئا تقريبا، وانما كل ما ذكرته هي فكرة مش اكتر. ميرسي جدا، وارجو ان انا كنت خفيفة عليكم في هذا الفيديو، وان هو يكون اكثر، يعني هو أقصر شوية بسيطة عن الماضي. وأشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة، وأتمنى أن انتوا تقولوا لي رأيكم على هذه الحلقة وتجاوبوني على السؤال اللي أنا بسأله. ميرسي، شكرا.